السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سالي's كيتشن. النهاردة بقى هنعمل وصفة حلوة جدا، وبعد ما عملنا شيش طرب بطريقة سهلة وبسيطة هنعمل النهاردة إن شاء الله الطرب التقليدي وحاتي في البيت، والطريقة دي سهلة وبسيطة برضو واتطلبت مني ومقدرش أرفض لكم طلب. تعالوا معايا بقى نبدأ على الوصفة، وقبل ما أبدأ مكوناتي ما تنسوش اللايك والشير وسابسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. احتجت في وصفتي النهاردة لربع كيلو من اللحمة المفرومة، وكمان ضفت عليهم نص معلقة فلفل صغيرة، وكمان معلقة صغيرة من خلطة كفتة الحاتي بتاعة كنور أو ماجي اللي موجود مفيش مشكلة، وكمان عليهم ربع معلقة ملح. طبعا تقدروا تستبدلوا خلطة الكفتة بأي نوع من البهارات، 7 حبات أو 11 حبة مفيش أي مشكلة. المهم هنعجنها كويس قوي لحد ما نحس ان هي بدأت يبقى فيها فتل كده. وبعد كده جبت بقى منديل من عند الجزار، انا احتجت حوالي 200 جرام من المنديل، يعني اقل من ربع كيلو بشوية. وبعد ما فردت المنديل زي ما احنا شايفين، هبدأ بقى ان انا اجيب الكفتة عشان اعملها الصوابع. ولو حابين تعملوها كده مفيش مشكلة، انا هوريها لكم بالطريقتين. انا احتجت 3 اعواد من الشيش طاووق، وانا كنت عاملاهم في البيت علشان تكون جاهزة ان انا اعمل كفتة الحاتي عشان تعمل الفراغ اللي جوه. وبعد كده شلت الاعواد والعصاية اللي انا عملتها دي، وهلف المنديل كده بالظبط لفة واحدة، يعني رول واحد مش اكتر. وهقطع بقى الزيادات. وتعالوا بقى نشوف الأصابع بتاعة الطرب، هنقطعها كده بحجم 3 عقل، وهو ده هيكون حجم الصباع بتاع الكفتة. وهاخد بقى الجزء اللي بعد كده، بصوا ازاي شكلها، وهحاول أكمل عليه بقى قطعة من اللحمة علشان تكون على قد الأصابع اللي موجودة عندي. وتعالوا بقى نشوف الطريقة التانية اللي اتفقنا عليها، اللي نقدر نعملها بدون أعواد الخشب أو أي سيخ من أسياخ الكفتة. أنا كده صبعت الكفتة على إيدي، وبعد كده هلفها رول مرة تانية. وبكده خلاص عملت أصابع الطرب، وجبت بصلاية كبيرة وهقطعها شرايح. تقدروا طبعا تستخدموا بصلتين أو 3 زي ما انتوا عايزين. وحطيت بقى صينية كده صغيرة مستطيلة اللي هي أصغر مقاس، أو أي نوع من الصواني موجودة عندكم عادي، بس الأفضل ألمونيوم. وبعد كده حطيت شرايح البصل، ودي هتعمل ريحة هايلة جدا مع الطرب. وحطيت شبكة بقى بتاعت الشواية أو أي شبكة موجودة عندك، وحطيت أصابع الطرب عليها من فوق. وطبعا الخطة دي هنعملها لو احنا هنحط الطرب على البوتاجاز زي ما أنا عاملة كده على نار عالية، أو في الفرن. تقدري تحطيها في نص الفرن أو على الصاج اللي هو الأسفل مباشر للنار، فتقدري تعملي الخطتين دول عادي جدا. بس أنا حبيت النهاردة أعملها على البوتاجاز عشان الناس اللي طلبت مني وصفات تكون على البوتاجاز أفضل أو أسرع، بتكون هي دي الطريقة وهو ده الشكل. عايزة أقولكوا بالظبط بعد حوالي 10 دقايق بيكون هو ده شكل الطرب. كل الحرارة اللي طالعة من البوتاجاز هي اللي سوت لي الطرب وخليته بالشكل الهايل ده. أنا حطيت شوية من البقدونس وعليهم بقى الطرب بالشكل الرائع ده، وعليهم شوية بقدونس كمان من فوق. جد هايلة جدا، طريقة سهلة وبسيطة، ما أخدتش وقت خالص. هيكون عندنا أحلى طرب وحاتي في البيت زي ما بنقول. أتمنى يا رب النهاردة الوصفة تكون عجبتكم، ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسابسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو في أي وصفة حابين تعرفوها ابعتولي على تعليقات اليوتيوب وحرد عليكم بفيديو للوصفة. ودلوقتي بس أقدر أقول لكم لمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سالي's كيتشن، وبالهنا والشفا. باي باي.